هنقلب كده. الشطه عليكوا قبل الجواز كانت ماما على طول هي اللي بتلم الدنيا. بعد الجواز بقيت اتعلم ازاي الم الدنيا. ما هو انت طول ما انت في حد مسؤول عنك مش هتفكري تلميه. اول ما تكوني مسؤوله عن نفسك هتلمي كله هتلميه. يلا كسف اقول لكم كده، انا لما كانت ماما تقول لي خشي نضفي المطبخ كنت كل حاجه برميها لها، كل حاجه، سكر، شاي، ملح، بصل، لازم انضف لها المطبخ من مجاميعه من مجاميعه، ما خليش فيه حاجه خالص. كان بيبقى غصب عني الحاجه بتقع مني في الزباله. بعد ما اتجوزت بقى ما برميش حاجه في الزباله خالص، بقيت مدبره موفره، ست بيت شاطره. ومش عيب خالص تعترفي بغلطك، المهم تتعلمي وتبقي شاطره كده، تخليكي كده شاطره، تخلي اللي يشوفك يحلف ويتحلف بيكي بأدب واخلاق وشطاره وجدعنه، راجل كده في نفسك، راجل في نفسك. الا بقى لما كانت بتقولي خش اغسلي لي المواعين، تش ارمي تحت البوتاجاز، تش ارمي تحت البوتاجاز، تش ارمي، لحد درجه بصوا احنا ما كناش لاقيين طبق ناكل فيه، انا كسرت لها الصيني كله قبل ما امشي، واللي فات خدته وانا ماشيه. طبعا انا بعد ما اعمله كده مش هسكت طبعا، هعمل بقى ايه، هحط له شويه بابريكا، شويه بهارات فراخ، شويه شطه، كده يعني هنظبط شويه، ممكن نحط واحده ماجي برضو هنظبطها. بصوا كل البواقي اللي عندي، كل صباع فينه بيفيد عندي مخلياه والله. انا يعني ايه قررت ان انا ايه، اللبن هعمل من القشطه، زبده، كده الحاجات دي. حتى العيش برضه بواقي الفايش هو مش متاكل منه، متكسر يعني، اللي بيتكسر عندنا مش عارفه ما بياكلوش ليه. المهم انا لما بلاقيه باكله عادي. انتوا عارفين الست المصريه بتحب تلم الدنيا كلها ورا العيال في البيت، وانا بما اني ما عنديش الا عيل واحد فبلم اكتر يعني. ربنا يرزقكم جميعا بالذريه الصالحه. يلا بس هضربه بقى وهوريكم. عندي كده بقى كيس جيفيتار حلو كده سايب، كنت جايباه ب5 جنيه كده هحطه معاهم. وعقبال ما اجيب الكيس الجيفيتار اللي هو الكرانش ده، ولا اسمه كرانش ولا حرانش ولا اسمه ايه، اللي هو الخشن ده، هحطه معاهم برضه. وهعمل كيس حلو كده بقى واحطه في بطرمان للجيفيتار، يعني جيفيتار كده لبانيل، اي حاجه، لفراخ ستريبس، اي حاجه. بصوا بقى انا جبت طبق بلاستيك اهو نضيف عشان احط فيه الخلطه دي وهوريكم اعمل ايه. بصوا ادي البصمات الفينو ضربناه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليا. حاجه بسيطه بس انا مبسوطه ان انا بعرف ادبر واوفر يا ولاد. يلا بقى نعمله بقى شويه بهارات حلوين. مهم انتي من تدبيرك وتوفيرك. طبعا انتي بدل ما تجيبي لك كيس بقسماط ب 30 40 جنيه ممكن تجيبي بيهم مثلا حاجه تنظيف، ممكن مثلا تشيليهم في حصاله. بدل ما تروحي تجيبي لك ب 250 300 جنيه زبده ولا حاجه، لو عندك وش اللبن ممكن تشيليه وتسيحيه. دي بهارات لحمه بس انا حطاها كده، واحده ماجي بتاعت لحمه يعني. التدبير والتوفير من حاجات بسيطه يعني، وانا غاسله ايدي كويس. مش هنحط شويه بابريكا حلوين كده، تمام ماشي. وهنحط شويه بهارات فراخ، هم اخر حبه عندي لحد ما نجيب اهو، اخر حبه عندي يعني، مش هحط بصوا بقى الجيفيتار. طبعا انا لسه ما لقيتش كيس الجيفيتار شكلي استخدمته، هجيب بقى الجيفيتار حار واحط عليه، واجيب الجيفيتار اللي هو الخشن ده مش عارفه اسمه ايه كده، اسمه ايه يا ولاد، اسمه كرانش ولا حرنكش ولا اسمه ايه، وهحط عليه. هملى الطبق ده كله يعني، انا هشيل الطبق ده في كيس وبعد كده هجيبهم كلهم اقلبهم على بعض في كيس، املى الطبق ده كله واشيله بقى ببطرمان. هيقضيني فتره حلوه، بالذات ان انا لسه عندي حاجات تانية، عندي فينو تاني وعندي بصمات تاني هضربه. وريحته تحفه والله العظيم، ريحته جميله جدا. الماجي بقى والحاجات دي خلت ريحته حلوه قوي. ولو بتحب النبي ما تنسيش تخفي علامه الزائد اللي تحت صورتي واللايك وكومنت حلو وتصلوا فيه على الحبيب وتعملوا له عاده نشر وتشجعوني، وعشان كده نستمر ونبقى كل الفل. نسيت اقولك، عايزه اقولك على حاجه تاني. لو اللبن عندك بيقطع ويبقى عندك لبن اللي هو اللبن الرايب دون ومش عايزاه، وعندك جبنه مش، اجري اللبن وحط شويه ملح وحط شويه رده وحط شويه شطه وقرنين فلفل وليهم كويس على النار بعد ما يقطع، وحط شويه ملح وسيبهم يبردوا خالص، وبعد كده زودي بيهم المش اللي عندك علشان يعني تبقى كميه ازيد، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو للمش برده. الحركه دي انا بعملها لما اللبن بيقطع عندي. ايا كان انا مش بعلمكم لان في ستات امارات وشاطرين واشطر مني كمان، لكن انا بعلم كل بنوته صغيره كده ان انت تستفادي بكل حاجه عندك في البيت، ما ترميش حاجات من البيت.
ممكن تعملي حاجات كتير من حاجات عندك تدبر لك وتوفر لك. وممكن تجيبي بقى مثلا حاجه ستاره حلوه في المطبخ، ملايه حلوه على السرير، سجاده حلوه في الصاله، حاجات من تدبيرك وتوفيرك انت. صدقيني هتبقي مبسوطه كتير عن ما حد يقول لك خدي هاتي كذا، انت تبقي مبسوطه